أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتوفى وفاة طبيعية، يعني لم يمت حتف أنفه، وإنما مات مقتولا. هذه الحقيقة أشار إليها القرآن الحكيم في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لعل قائلا يتصور، أو لعل متصورا يتصور أن هذه الآية الكريمة إنما تطرح مسألة مقتل رسول الله على نحو الاحتمال المستقبلي، أفإن مات أو قتل. لا، الأمر ليس كذلك. أو هنا لا تعني الاحتمال، أو حرف أو في هذه الآية الشريفة لا يعني الاحتمال، وإنما يعني الإضراب. إضراب يعني شنو؟ يعني بل، يعني أفإن مات بل قتل انقلبتم على أعقابكم. ما هي القرينة على ذلك؟ آية أخرى موجودة في القرآن الكريم، وكل المفسرين يقولون أن المقصود بها الإضراب وليس الاحتمال أو الترديد والشك، حينما الله تبارك وتعالى يتحدث عن نبيه يونس عليه السلام، فماذا يقول؟ يقول: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو يزيدون يعني شنو؟ يعني الله هو شاك أنه أرسلته إلى 100,000 أو أكثر من 100,000؟ نعوذ بالله، الله لا يشك. قصد الله في هذه الآية الشريفة: وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، يعني بل يزيدون عن 100,000. إضراب لغوي. في الآية التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله نفس المعنى: أفإن مات بل قتل، فإذن هو سيقتل. والآية هذه كما تعلمون نزلت في شأن معركة أحد، حينما المسلمون من كانوا يسمون أنفسهم بالمسلمين وأصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فروا وخذلوا رسول الله وتركوه بين المشركين، ولم يبق معه أحد سوى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إلى أن أدمى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهرعت الزهراء صلوات الله عليها من بعيد، جاءت لكي تمسح الدماء من على وجه رسول الله، وكانت تقول: اشتد غضب الله على من آذى رسول الله. فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك المعركة كان معرضا إلى القتل المحقق، لولا أن الله تبارك وتعالى نجاه وأمير المؤمنين صلوات الله عليه دافع عنه. فالله عز وجل أنزل هذه الآية يتوعد هؤلاء الذين يسمون أنفسهم صحابة ومسلمون، يقول لهم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم إلى الجاهلية. لماذا هذا الخطاب؟ لأن أولئك الذين كانوا في معركة أحد تصوروا أن النبي صلى الله عليه وآله فعلا قد قتل، خلاص راح، فهتفوا هكذا: عودوا إلى ملتكم الأولى، عودوا، خلاص طلع كله كذب، لا أكو رسول الله ولا أكو دين الإسلام ولا وحي ولا شيء، لا خبر جاء ولا وحي نزل، فعودوا إلى ملتكم الأولى، إلى جاهليتكم الأولى. بعضهم كفروا أيضا، ثم بعد ذلك تبين أنه لا، رسول الله صلى الله عليه وآله حي يرزق، فالله يتوعدهم ويحذرهم: أفإن مات أو قتل يقتل ترجعون إلى ملتكم السابقة، ترجعون إلى الكفر، إلى الجاهلية، إلى الشرك.
فالآية كانت تتحدث عن نبأ مستقبلي وتحذر الموجودين. على أي حال، نحن المسلمون الحقيقيون شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، وكذلك المخالفون البكريون، متفقون جميعا على أن رسول الله لم يمت حتف أنفه، وإنما مات مقتولا، كان شهيدا عند الله تبارك وتعالى. نلاحظ هنا بعض أو واحدة من الروايات التي يرويها المخالفون في هذا المعنى. روى أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الأول الصفحة 408، والطبراني في المعجم الجزء العاشر الصفحة 109، والصنعاني في المصنف الجزء الخامس الصفحة 268، عن عبد الله بن مسعود أحد أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: لأن أحلف تسعا، يعني 9 مرات أحلف، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا. هذا كلام عبد الله بن مسعود وهم يروونه. عبد الله بن مسعود يقول: أنا مستعد أن أحلف 9 مرات يمين شرعي على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله قتل قتلا، وهذا أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه لم يقتل، وذلك بأن الله اتخذه شهيدا. فإذا نحن والمخالفون متفقون على مبدأ القضية، أن رسول الله شهيد، أنه مقتول، ولكن نختلف في من قتله. حتى في الكيفية نحن نتفق. الكيفية هم يقولون رسول الله قتل بالسم، وأيضا نحن نقول رسول الله قتل بالسم، لكن نحن نختلف معهم في أنهم هم يقولون بأن رسول الله قتل بواسطة سم وضعته امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث في أيام فتح خيبر، يعني قبل أكثر من 4 سنوات من مضي النبي الأكرم، من رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قبل 4 سنوات النبي الأكرم انتصر في فتح خيبر على يد من؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والإمام أمير المؤمنين كيف حقق الانتصار؟ بأنه قتل من؟ تعرفون بعد؟ مرحب ابن من؟ ابن الحارث، هذه أخته كانت زينب بنت الحارث، هذه أخت مرحب بن الحارث. فمرحب بن الحارث قتل والمسلمون انتصروا. زينب بنت الحارث امرأة يهودية أخت مرحب، أرادت أن تنتقم لأخيها ولقومها بأن تقتل رسول الله، فدعت رسول الله إلى وليمة غداء، وطبخت له شاة، ووضعت مع الشاة وضعت سما للنبي صلى الله عليه وآله. فالمخالفون يقولون النبي هناك أكل من هذا السم، أكل هذه الوجبة المسمومة، وفيما بعد 4 سنوات رسول الله مات من أثر ذلك السم، أو استشهد من أثر ذلك السم. هكذا هم يدعون ويزعمون. العاقل لا يصدق ذلك، والمحقق والمدقق حتى في مصادرهم ورواياتهم أيضا يكذب ذلك.